اولادنا مش بيتولدوا ورقه بيضاء واحنا اللي بنكتب فيها وبعدين بنقرا الكلام اللي هو بيتقال بتاع التنميه البشريه وبتاع التربيه الاداريه، لا احنا اولادنا ما بيتولدوش ورقه بيضاء. بدليل ان انت بتلاقي اثنين توأم وده ليه صفات معينه وده عكسها تماما. ما هي نفس الورقه ونفس اللي بيكتب ونفس اللي بيقرا. ما اختلفناش ونفس البيئه، يعني ما فيش اي اختلاف تقريبا. طب ايه اللي فرق؟ بيتولدوا ورقه مكتوب فيها سطر ومتساب سطر، مكتوب سطر ومتساب سطر. دورك انك تقرا السطر المكتوب وتكمل معاه جمله ثانيه في السطر اللي انت بتكتبه. تمام؟ عشان في الاخر لما تقرا باراجراف او تقرا مقال مفهوم. غير كده يبقى انت هتكتب على نفس الورقه كله، هتجيب نفس ولادك هتكتب عليهم كلهم نفس الكلام، هتقرا كلام مختلف تماما لان في سطر موجود انت ما قريتوش. دورنا في الاول ان احنا بنقرا السطر اللي مكتوب ونحط السطر الثاني ونقرا السطر اللي بعده ونحط السطر اللي بعده، بحيث لما نقرا الكلام كله يبقى الجمله كلها مفهومه.